المصري جمال الغندور معلن بداية زمن الشوط الاول من هذا اللقاء. طبعا بالنسبه لتشكيله فريقين، فريق الاتحاد السعودي اللي يلعب على الميمنه في حراسه المرمى حسن خليفه، في خط الظهر محمد القليوي 4 كاليبرو، ومساكين طبعا احمد جميل 5 و7 علي القرني، وفي الوسط خالد الشمراني رقم 10 وروب وجقه رقم 8 و16 خميس الزهراني اللي يلعب على مقدمة القوس، وظهيرين احمد خريج 3 19 محمد دغريري، وفي الهجوم احمد بهجة وحمزة ادريس. كرة ملعوبة من ناحية اليمين بتعدي ومقطوعة من فريق التحدي الليبي طبعا اللي يلعب اليوم في حراسة المرمى احمد العماري، وفي خط الظهر عبد الناصر القماطي 14 احمد البرعصي 16 وليد الشعري 6 احمد برسال 4 وفي الوسط علي صالح 8 ناصر العدولي 10 الامين التورقي رقم 22 واشرف الفيتوري 12 وفي الهجوم احمد المصلي 9 وسالم التورقي رقم 11. ما عملوا الماتش اللي فات ونجح احمد بهجة في انه يجيب جول وعمل الجول الثاني. هنشوف المره دي بقى، اعتقد احمد بهجة اللي هيشوط. احمد بهجة معمول له حيطه وتتشط بعيد، هوبا جول احمد بهجة، قصيفه قويه، نجم كبير ملوش حل. احمد بهجة مفيش كلام، نجم كبير والكبير كبير. احمد بهجة مش ممكن شويط بدرجه جيد جدا، يسدد قصيفه قويه بتاخد ايد الحارس احمد العماري وتخش جوه المرمى مسافه بعيده، وكانه بيقول للروب يعني يا روب ما تشوطش تاني، انا اللي هشوط بعد كده. ويتقدم نادي الاتحاد السعودي بهدف للنجم والهداف الكبير احمد بهجة. انا لسه بقول هل هيركزوا في مهارة الشوط؟ هل هيركزوا في التسديد من خارج منطقة الجزاء؟ فعلا شويط كبير. 1 الاتحاد 0 التحدي الليبي، وفات 14 دقيقة من بداية الشوط الاول. عبد الناصر القماطي بيعدي، خلصها لنفسه، عايز يلعب واحدة طولية، وفعلا لعبة حلوة واللمسة الواحدة من احمد المصري، انما في تغطية وتترد تاني على طول طويلة ناحية حمزة ادريس. تعمل ربكة ايضا لخط الظهر في تحسب للاعب طبعا اللي يجيد تسديد لمنع هذه الكرات اللي قد تشكل خطورة على مرمى الفريقين. زهراني ناحية اليمين بشكل حلو، ومحاولة اللعب على الارض، كرة مقطوعة وبهجة بيشوط جول، بهجة جول، خلصها بهجة في الدقيقة 26 من زمن الشوط الاول من المباراة. يفوز جماهير الاتحاد، يفوز إرادي وبيهني الجمهور على الهدف الثاني لبهجة اللي حقيقة بالفعل يعتبر لاعب مؤثر جدا في فريق الاتحاد السعودي، وبيشعل حواس جماهير الاتحاد بالفعل تتواقف على اهداف احمد بهجة. شوف لما اللعبة عدت من حارس المرمى، وشوف اهمية المتابعة في كرة القدم، شوف المتابعة اللي ممكن تخلق فرص وممكن تشكل خطورة وممكن تسجل من خلال اهداف. هذا بهجة اللي خد مكان سليم وتابع الكرة بشكل دقيق وحطها في مرمى فريق التحدي الليبي، وبالتالي بالفعل كما ذكرت اذا كان تفوق بالقليل مع حمزة ادريس برصيد هدفين، فالان بهجة يتقدم الى لقب الهداف برصيد 3 اهداف بهذه البطولة. لاعب قناص، لاعب هداف، لاعب ذو تسديدات قوية مركزة تعرف طريقها الى المرمى. على طول بيلقي الكرة الى جبرتي من ناحية اليسار، وهجمة اتحادية على طول. جبرتي بيحاول يمرر الى بهجة، تلعب ومحاولات من دغريري. الزهراني يحاول على البينية، كرة مقطوعة وفي تغطية، انما ايضا كرة بتعدي وتمر، وفي صفارة ايضا من حكم المباراة جمال الغندور. وشخصيا حقيقة اتمنى لهذا اللاعب كل التوفيق والنجاح، وان يعود ان شاء الله الى ملعب المباراة لنستمتع باداء هذا اللاعب اللي بالفعل يعد مستقبل كرة القدم الليبية. كرة مقطوعة على طول، محاولة من ناحية اليمين في اللعب، وكرة جول. المباراة هو الاتحاد والتحدي، المباراة بين بهجة وادريس، بين بهجة وادريس،
لحمزة إدريس في هذه البطولة يتساوى في هذه المباراة مع زميله أيضا أحمد بهجة، ولكل منهما 3 أهداف، 3 لبهجة، 3 لإدريس، و3 للاتحاد السعودي في مرمى التحدي الليبي في هذا اللقاء. كل دي تمريرات طويلة وبيحاولوا يضغطوا عبد الناصر القماطي، انما خلصها الزهراني، ماشي الزهراني لاحمد بهجة، اللمسه الواحده في انتشار كويس دلوقتي من الاتحاد السعودي، على طول بنلاقي ظهيري جنب متقدمين صح اللي هو الدغريري واحمد فرش عشان بيحلوا المشاكل اللي هي بالنسبه لي. كره طويله، هوبا الجول الرابع للاتحاد السعودي، الجول الرابع والنجم الجديد جبارتي، علي جبارتي، ما كانش بيلعب الماتش اللي فات انما بيلعب المباراه دي ومتالق جبارتي، علي جبارتي، وبيسجل على طول ويسجل الهدف الرابع للاتحاد السعودي. كرة بتغير اتجاهها انما بتيجي عاليه من فوق الحارس احمد العماري، ثالث خطا من حارس احمد العماري، اخطا في الهدف الاول وفي الهدف الثاني واخطا ايضا في الهدف الرابع، 3 اخطاء. يعني الحمد لله ركز جوه اهي، هنا رايح يمسكها برضه، لازم يلبس من هنا يأخر نفسه خطوه ويطلعها باللبس، انما هجوم ضاغط وسيطره كامله من فريق الاتحاد السعودي وتقدم وتفوق ب4 اهداف، 2 لباجة، 1 لإدريس، 1 لجبارتي علي جبل. زهراني و43 إلى 44 دقيقة لعب الشوط الأول، كرة مقطوعة ومرتدة، حمزة إدريس يفوت وبهجة على طول الجول، عدت من بهجة على طول بعد ما عملها حمزة إدريس وحضر بهجة، قال بهجة قول وفوت عليه أيضا بعدد الأهداف، ولكن بهجة بيسدد كرة عبر قناة الرياضة لراديو وتلفزيون العرب، فلهم منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان. وفي هذه اللحظات سيداتي وسادتي أعزائي أحبائي أينما كنتم متابعي هذا اللقاء على قناة على كيفك عبر شبكة راديو وتلفزيون العرب، جمال الغندور يطلق صافرة نهاية المباراة. مرة ثانية سيداتي آنساتي سادتي، نعود لنتابع معا احداث الشوط الثاني، ومعكم على الهواء الزميل والمعلق الكابتن عدنان حمد ومعكم اشرف شاكر. زي ما حضراتكم تابعتوا انتهى الشوط الاول بتقدم الاتحاد السعودي 4-0، 4 اهداف، طبعا جولين للنجم الكبير والهداف احمد بهجة الهدف الاول والثاني، والهدف الثالث لحمزة إدريس، والهدف الرابع لجبارتي علي جبل. مقطوعة وتترد برضه في ظهره، الهفاط بيتقدموا وما بيردوش، في مساحه دلوقتي لاحمد بهجة، هاتوا خدوا خطره وهو يقدر يجيب جول ويلعبها بالعرض وخطره لسه بيفوت وهوبا تاني وهوبا بيحطها، انما برافو احمد العماري اللي طلع على تشكيل فريقين من قبل اليوغوسلافي الاصل البلجيكي الجنسيه ديمتري. كره منقوله وبهجة بيحاول توصل قريب الخلوي وتسير حمزة إدريس، حاول خطأ قاتل على طول من المدافع، خطأ قاتل من المدافع، وحمزة صالح يتسبب بهدف خامس لمصلحة فريق الاتحاد السعودي في الدقيقة 9 من بداية الشوط الثاني من المباراة. كرة اللعبت بين بهجة الخلاوي، شوف الخلاوي لما حطها بشكل حلو الى حمزة إدريس، تقدم وحاول فيها مدافع التحدي الليبي اللي هو اشرف الفيتوري على ما يبدو بالفعل اشرف الفيتوري رقم 12 اللي حاول يبعد كرة وبيحطها في الزاوية البعيدة لمرمى احمد العماري. الهدف الخامس لصالح فريق الاتحاد السعودي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الثاني من المباراة المميزة وبحماسة اللي لم يهدأ منذ بداية هذه المباراة وحتى هذه اللحظة. فأيضا تهنئة وتحية لجماهير الاتحاد السعودي في هذا اللقاء. كرة اللعب حمزة إدريس ومحاولة تنفيذ جول، الهدف الثالث على طول لفريق الاتحاد السعودي عن طريق حمزة إدريس، تتهيأ الكرة على خط 18 ياردة
وتسديدة قوية من خارج خط 18 وكرة بتسكن في الزاوية اليسرى معلنة عن الهدف السادس لصالح فريق الاتحاد السعودي في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني من المباراة. وحمزة إدريس الآن يرتفع رصيده إلى 4 أهداف يتصدر بهم لقب هداف عربي 14. شوف حمزة لما لمها وعلى طول بيسدد، مخرج الظاهر مؤيد حمزة يسدد وقف صورة، ولكن حمزة سدد بكل قوة أيضا خارج خط 18 كرة على طول على يسار حارس مرمى الاتحادي أحمد العماري. الهدف السادس عن طريق حمزة إدريس. أعضاء مجلس الإدارة والمدربين، وبالفعل تمكن فريق الاتحاد من تحقيق إنجازات كثيرة منها بطولة كأس جلالة الملك 5 مرات، أعوام 78 1378 79 80 83 و88، وكأس ولي العهد أيضا 5 مرات، كأس الاتحاد السعودي 3 مرات لكرة القدم، بالإضافة للعديد من البطولات التنشيطية التي يقرها الاتحاد السعودي. وفي هذه اللحظات